المباراة، وهذا ما تم فعلا، وهذا اللي تكلمنا عليه من اول المباراة، من اللي الترجي خذا فرق 3. ظن الترجي كونه فاز. الافريقي تنرفز شويه، ضيع 4 ولا 5 هجمات متتاليه، توا ريض روحه ورجع في النتيجه. ما زالت دقيقه و10 ثواني النتيجه تعادل. هنا الترجي يطلب وقت مستقطع. فرحه كبيره نشوفوا على الشاشه من مروان الشويرف صاحب النقطة الهامة والهامة جدا. رجع فريق الافريقي في المباراة، رجع من البعيد بصراحة. الافريقي رجع من البعيد، 3 نقاط 2 نقاط نقطة، ثم شويرف اذا يعدل النتيجة. لي سيركونستانس نتاع الماتش في الدقيقة 25 تقول الترجي خلص المباراة ساي، لكن بالرغم من اللي كونه الافريقي يتنرفز شوية. ترجع اذا المباراة للبداية قبل دقيقة و10 ثواني بالضبط على نهاية المباراة فعلا، وكأننا توش تدخلوا بداية المباراة. فنيات كبيرة لمختلف اللاعبين. شفنا كذلك زوز حراس من أعلى طراز، سليم الزاني ومكرم الميساوي. جزئيات بسيطة كما قلت سيف تلعبت عليها المباراة، سواء النقص العددي بسبب الاستبعادات، وكذلك احنا ملاحظة قلناها بنك الاحتياطيين سواء من الترجي أو من الأفريقي كان متشنج. على ذاك اخر لقطه استبعاد بدقيقتين بسبب احتجاج بنك الترجي الرياضي التونسي، رغم انه الترجي كان هو اللي متقدم. فنشوفوا الاخطاء احيانا اللي تجي من المسؤولين وكذلك من اللاعبين الاحتياطيين تاثر على المباراه بالفعل. الكل عوامل تدخل طبعا في كره اليد. عامل وحيد اليوم مش موجود هو الجمهور، رغم بعض المسؤولين قلنا الموجودين من الفريقين. 6 ضد 6 توا اكتمل صفوف الترجي الرياضي التونسي. الدقيقة هذه بطبيعة الحال حاسمة للزوز فرق، أنا نتصورها نتاع لاعبين عندهم الخبرة. مقطوعة الكرة لمست حسب الصورة في رجل اللاعب بسام المرابط، لكن الحكم من عش يقول رمية حرة ترجع من جديد للترجي. ربما فما عملية دفع. بسام المرابط انيس القتفي بسام المرابط لاغى من الجناح، خارج بسام المرابط القتفي ربما إشارة باللعب السلبي قبل 23 ثانية. إشارة باللعب السلبي. يبدو لي المباراة ما نحبش نسبق الأحداث، ماشية في الوقت الإضافي. طبعا إذا كانوا فات النتيجة بالتعادل نلعب زوز في ال5 دقائق، ومكرم الميساوي يتصدى مازالوا بعض الثواني، بالضبط 6 ثواني، والافريقي في حوزته الكرة وينهي المباراة. سيناريو غريب وجميل، طبعا ماناش مع الافريقي ولا مع الترجي، لكن مع اللعب الجميل وعنصر المباغ تيجي من الافريقيا من بهتة الجميع، بما فيهم احنا اللي قاعدين نعلقوا سيف. 22-21 انا قلت ما نسبقش الاحداث في ال5 ثواني الاخيره، كنت باش نقول المباراه ماشيه للوقت الاضافي، لكن خبره النادي الافريقي، نذكروا انه النادي الافريقي هو صاحب المركز الاول في ترتيب البطوله، يليه الترجي الرياضي التونسي. يخرج اذا الترجي من سباق الكاس. اول مترشح لنهائي كاس تونس هو النادي الافريقي، في انتظار نهايه مباراه جمعيه الحمامات والنجم الرياضي الساحلي. اذا نهايه المباراه 22-21. شكر لسيف الغرايري في التحليل الفني لهذه المباراه. شكر كذلك لكل الزملاء الفنيين المصورين وكل الزملاء. حبيت نذكر فقط بأنه فما قلة تنظيم، قلت تم منع الزملاء المصورين من دخول القاعة في الوقت الرسمي للمباراة، لكن مش مشكلة نتجاوزوا الحدث هذا. نخليكم مع الصور هذه اللقطات الأخيرة من المباراة. مبروك للأفريقي التأهل للدور النهائي لكأس تونس على نتيجة 22-21. إلى اللقاء، مع تحيات لميا الذوادي الزغلامي في التعليق. إلى اللقاء.